يا جماعه بصوا معايا كده، المضاف اليه باختصار كلمه مفيهاش الف ولام زائد كلمه فيها الف ولام. وبعدين ازاي؟ اديني مثال. حاضر، لما اقول لك مدير المدرسه هتقول لي استني يا مس، مدير المدرسة ده مدير دي يا مس كلمة مفيهاش ألف ولام، والمدرسة كلمة فيها ألف ولام. مفيش وفيه، يبقى التانية وانت مغمض نعربها ايه؟ نعربها مضاف إليه. برافو عليك. يبقى أول حاجة المضاف إليه أعرفه بإيه؟ كلمة مفيهاش ألف ولام وكلمة فيها ألف وإيه؟ ولام. قد كده بقى كلمة تاني لما أقول مشروع التنمية، هعرف التنمية دي ايه؟ يا مس ما انت لسه قايلاها مفيش ألف ولام، في ألف ولام، يبقى هنا ايه؟ كلمة نكرة، كلمة معرفة، كلمة نكرة، كلمة معرفة. تمام. يبقى دي عارفها ايه؟ مضاف إليه. طب مس هو المضاف إليه دايما بنعرفه مضاف إليه نسكت؟ لا ما نسكتش، أقول مضاف إليه ماله؟ مجرور. ركز معايا بقى نكمل الكلمة اللي فوق دي. مجرور وعلامة جره الايه؟ الكسرة. ثابت ثابت. تمام كده. طيب يبقى اقول المدرسة تي، التنمية تي. يبقى اول حاجة عايزة اعرف المضاف اليه كلمة فيها الف ولام وكلمة ما فيهاش الف ولام، ودي كده اول حاجة. طيب خلي بالكم يا جماعة كمان برضه الاعدادي مش نحو 5 لا، ده اعدادي كله ثوابت نحوية، دي كلها كده ثوابت نحوية. طيب نخش على اللي بعدين. بس كده احنا كده عرفنا المضاف اليه يعني كلمة بس من الاخر ما فيهاش الف ولام، يعني نعت، يعني سوري، يعني نكرة زائد ايه؟ زائد معرفة. كده في مشكلة يا باشا انت وهو؟ لا يا باشا انت وهي لا. تمام. نكرة ومعرفة. احيانا بتيجي جار ومجرور وكلمة بعديهم. الكلمة اللي بعد الجر والمجرور دي احيانا بنعرفها مضاف اليه. ازاي؟ لما نقول من مدرسة الطلاب، من حرف جر، مدرسة اسم مجرور بمن وعلامة جر الكسرة، والطلاب مضاف إليه مجرور وعلامة جر الكسرة. ليه؟ لأن جر اسم مجرور وبعد ألف ولام، يبقى الألف واللام دي مضاف إليه مجرور وعلامة جر الكسرة. طيب كده يبقى خلاص ندرس المضاف إليه كلمة مفيهاش ألف ولام وكلمة فيها ألف ولام، يبقى الدنيا على طول مضاف إليه. ده في رابعة وخمسة وستة ده دي غالبا كده الشهير قوي مفيهاش ألف ولام وفيها ألف ولام. تمام. يلا بينا على درس تاني.